بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي، معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة هعمل لكم الرقاق الطري، هعمله لكم بطريقة بسيطة خالص، أي حد يعرف يعملها. هستعمل ادي الرقاق اهو، الطري اهو. بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. هستعمل له بصل، اللحمة المفرومة، السمنة البلدي، وهستعمل الشوربة. خليكم معايا وهوريكم هنعمل ايه. ادعوا لأهل غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم ويفك كربهم. بصوا يا حبايبي، اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نعصج اللحمة. بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. ادي حطينا اللحمة، تمام. هنحط فوقيها البصل، هنحط معلقة سمنة بلدي، تمام. هنحط معلقة فلفل اسمر، وهنبدأ بقى نعصج في اللحمة. هعصجها وهوريكم وهرجع لكم. صلوا على رسول الله. اللحمة اهي يا حبايبي خلاص اتعصجت وبقت زي العسل اهي. وادي السمنة اهي بسيحها عشان نبدأ، والشوربة بتسخن اهي علشان نبدأ نعمل صينية الرقاق. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة اهو انا غلفت الصينية بالسمنة، تمام. وادي الشوربة سخنة اهي. بعمل كده، ابل الرقاقة كده واحطها كده، وادهن سمنة. خليكم معايا لحد ما اعمل النص الاول من الرقاق، وقبل الحشوه هوريكم. صلوا على رسول الله. كده انا عملت الصينيه بتتعمل 4 تحت و4 فوق، تمام اهو. وادي الحشو، صلوا على رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. أوزع بقى الحشو كده، تمام. وبعد كده هحط ال4 رقات التانية، وبحط في كل ما بين راق وراق معلقتين سمنة. خليكم معايا اهو. الحشو كده تمام. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هبدأ بقى احط الباقي واقفل الصينية، وخليكم معايا. صلوا على رسول الله. خلاص انا حطيت اهو كل الرقات. ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اعمل الصينية كده كده كده،
تمام كده اهو. خلاص كده ابدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا اقطعها قبل ما ادخلها الفرن. انا كده مولعه الفرن يسخن على درجه حراره 200. تمام اهي. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. هتاكلوا احلى صينيه رقاق بطريقتي البسيطه. انا ما فيش حاجه بتعقد معايا، كل حاجه بعملها سهله وبسيطه واي حد يعرف يعملها، اي حد. توابل بسيطه، الرقاق معروف، اللحمه المفرومه معروفه، البصل، الملح، الفلفل الاسمر، الشوربه اهي اهي. صلوا على الرسول، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، ده كان شكل النهائي لصينية الرقاق اللي عملناها مع بعض. مش قادرة اوصف لكم الريحة، فظيعة فظيعة، جميلة جميلة جميلة. الف هنا وشفا للي هياكلها. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسينيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.